كيف دخل ميسي لملعب الكامب نو البارح، وشفنا الصورة اللي نزلت على الانستغرام. إدارة برشلونة تفتح تحقيق في الموضوع. ملا ميسي خويا مراوغ في الملعب ومراوغ حتى خارج الملعب. البارح نزل صور في الانستغرام في وقت متأخر، زار الكامب نو. ما كان حتى واحد يعلم بالزيارة هذه، لا صحفيين حتى نادي برشلونة ما كانش يعلم بدخول ميسي للكامب نو. لذلك إدارة البرسا مستغربة وتفتح تحقيق كيفاش ميسي تمكن من الدخول. يا رجل، هذا مكانه، هذا بيته القديم، هنا سجل أهداف، كتب تاريخ. حتى ميسي كان متأثر بعد ما نزل الصور، كان معاه رودريجو دي بول وهو اللي خذاله الصور. ميسي يقول: اليوم أعود للمكان الذي أفتقده بروحي، المكان الذي أحسست فيه 1000 مرة أنني أسعد شخص في العالم. شوف الكلمات، يواصل كلامه يقول: المكان الذي تمنيت أن أعود إليه كلاعب، ليس لأقول لكم وداعا لأنني لم أعرف ذلك أبدا. واضح من كلامه انه يحب يرجع يلعب في برشلونة. الحقيقة واضحة العلاقة متوترة مع إدارة البرسا لما يجي ميسي ويحضر ويدخل ويصور. إدارة البرسا ما كانتش عندها علم بالشيء هذا، لذلك فتحت تحقيق باش تفهم انت الحب الكبير اللي يحبه ميسي للكامب نو للمكان والبرشلونة، انه رغم الظروف ورغم المشاكل رجع ودخل وصور في ذلك المكان.